في خبر عاجل الآن، أنباء تتحدث عن اغتيال ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري أثناء تواجده مع أخيه بشار الأسد في فيلا تقع بمنطقة عفور بريف دمشق اليوم. وهذا الحدث يأتي في وقت حساس ويثير التساؤلات حول تبعاتها السياسية والأمنية. فما حقيقة الخبر؟ تشير المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في الموقع، والفيلا المستهدفة تعتبر مقرا مهما لماهر الأسد. وبعد الهجوم شهدت المنطقة تواجدا أمنيا، وتم تداول هذا الخبر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى الآن لم يتم التأكد من مصير ماهر الأسد. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يعني هذا التطور بالنسبة للأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام؟ وسوف نوافيكم بآخر الأخبار فور صدورها. وبالرغم من أنه لم يتم التأكد من صحة الخبر حتى الآن، إلا أن الشعب السوري في قمة السعادة بهذا الخبر. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.